منزلة التسليم، منزلة التسليم لله، أما منزلة جميلة بشكل، أما بتهدي القلب وبتريح القلب بشكل، أما تخليك في حالة من السكينة والطمأنينة وما عندكش مشاكل ومستريح ومش خايف، مش محتاج لا أدوية ولا مهدئات ولا أطباء نفسيين، أنت مستريح. قاعدة احفظوها مني، كل حاجة مش في إيدك سلم لله، وكل حاجة في إيدك طلع أحسن ما عندك. وخلصنا وخلص الموضوع. كل اللي مش في إيدك سلم لله، وكل اللي في إيدك طلع أحسن ما عندك مع التوكل على الله. المنزلة امبارح. قاعدة النهاردة قاعدة جميلة جدا. عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، ويعطي حين يمنع أكثر مما يعطي حين يعطي. والقاعدة دي هي قاعدة التسليم لله، وقاعدة سهلة وقاعدة جميلة، وممكن تحفظ الكلمتين دول لأنهم سهلين وتعيش بيهم ويبقوا محفورين في دماغك. كل عطاؤه عطاء وكل منعه عطاء. يعني إيه؟ يعني الحقيقة ما فيش منع، يعني الحقيقة كله عطاء. الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الأصل عنده العطاء. ربنا ما عندوش حرمان ولا بخل، استغفر الله العظيم، لأن منعه لازم يتفق مع صفاته. فاهمين؟ يعني ما ينفعش يحصل حاجة في الكون عكس صفات الله سبحانه وتعالى. مش دي عقيدتنا؟ مش احنا مؤمنين بده؟ هل ينفع تحصل حاجة في الكون عكس صفات الله سبحانه وتعالى؟ طب هو صفاته ايه؟ أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ليس في صفاته بخلا وليس في صفاته حرمانا وليس. يبقى مسألة المنع دي احنا مش فاهمينها، لأن الأصل عنده العطاء، والأصل عنده الرحمة، والأصل عنده أكرم الأكرمين، أجود الأجودين سبحانه وتعالى. وبعدين هي اسمها أفعال الله الحسنى ولا أسماء الله الحسنى؟ طب ليه ما اسمهاش أفعال الله الحسنى؟ لأن الفعل له زمن، والفعل قد يتغير، أما الاسم فصفة ثابتة لا تتغير. المنع فعل، هل ينفع فعل يتناقض مع صفات الله وأسماء الله الحسنى؟ يبقى ده كاعتقاد ليا كمؤمن. افهم عن الله، سمى نفسه بأسمائه الحسنى كلها عطاء، كل الأسماء عطاء، كل الأسماء عطاء. الله. طب ما للمنع إيه؟ لا، هو في الظاهر منع لكن هو في الباطن عطاء. الحقيقة يا جماعة لا منع على الإطلاق. طب بقى ليه بيحصل منع في حياتي؟ أنا بتعب كتير، أنا حياتي كلها ممنوع. في ناس بتقول لك كده. وبعدين يبدأ يفكر إيه؟ أنا على طول ممنوع، أنا كل ما أحلم بحاجة تتقفل في وشي، أنا ما فيش حاجة ماشية، أنا كله متقفل، أنا كله منع في منع في منع في منع. ويبدأ بقى الشيطان يلقي هواجس على دماغه. أنا ليه ممنوع؟ عشان أنا فاشل. أنا ليه ممنوع؟ علشان أنا مش ناجح. أصلا أنا غبي، أصلا أنا ساذج، أصلا أنا ربنا غضبان عليا، أصلا أنا منحوس. مش هي دي كل الجمل اللي بتتقال؟ والله العظيم مش صحيح. والله كله عطاء، كله عطاء، لا منع على الإطلاق. ده جزء من إيمانك وتسليمك لله. منزلة التسليم كلها بتبدأ بالفكرة دي، كله عطاء.